السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ليذا بعد الانتصار على سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وعاد المارد الأحمر حامل اللقب بفوز ثمين خارج أرضه أمام سيمبا بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة الأعرق والأهم على مستوى أندية القارة السمراء. وبهذا الفوز وضع الفريق الأهلاوي قدما في الدور نصف النهائي قبل مباراة الإياب في القاهرة الأسبوع المقبل. وتمكن الأهلي من الحفاظ على سلسلة اللا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا للمباراة ال17 على التوالي، وتعود آخر خسارة للفريق في البطولة للسقوط على يد سان داونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة من مجموعات النسخة الماضية 5-2. وفاز الأحمر بفضل هدف لاعبه الشاب أحمد نبيل كوكا، والذي سجل أول أهدافه بقميص الأهلي عبر مختلف المسابقات هذا الموسم. ويعتبر هذا الفوز هو الأول للنادي الأهلي على سيمبا في تنزانيا بعد 4 زيارات سابقة، تعادل في زيارة وخسر 3 مرات كاملة بكافة البطولات القارية. وبخلاف ذلك يعود هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري بالدور ربع النهائي خارج الديار في البطولة الأفريقية منذ فوزه على الترجي التونسي 2-1 في موسم 2016-2017.